النهاردة جولتنا في شارع المعز لدين الله الفاطمي، أقدم وأجمل الشوارع الأثرية في مصر. بيتقال عليه إنه أكبر متحف مفتوح للعمارة الإسلامية. احنا دلوقتي داخلين من ناحية خان الخليلي ومسجد وسبيل الشيخ علي مطهر. هنتمشى في اتجاه باب الفتح، أجمل الآثار الإسلامية كلها في مكان واحد. إن شاء الله هصور لكم جولات في مصر وخارج مصر. اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وياريت تدعمني بلايك، طلب بسيط أكون شاكر جدا. الشارع ده اتسمى على اسم المعز لدين الله الفاطمي الخليفة اللي أسس الدولة الفاطمية. طوله حوالي كيلو متر، لكن الكيلو ده فيه آثار إسلامية، يعني من العصر الفاطمي والأيوبي والمماليك. هتستمتع جدا لو جاي تتمشى الصبح بدري قبل الزحمة. هتعرف تاخد صور حلوة وتشوف الفن وجمال العمارة الإسلامية. ممكن تصلي الفجر وتيجي هنا من بدري، خصوصا لو يوم الجمعة هتلاقي أجواء جميلة جدا. احنا دلوقتي تقريبا الساعة 7 الصبح. الشارع ده بس بدون خان الخليلي، بدون الحسين، ممكن تقضي في الشارع ده بس يوم كامل بتذكرة واحدة. هوريكم مكان التذاكر. في ناس عايشة برا مصر عمرها ما جات وشافت الأماكن دي، وفي ناس أصلا مش من سكان القاهرة برضو ما يعرفوش الأماكن دي وما شافوهاش غير في السوشيال ميديا أو على التلفزيون. الناس اللي ما تعرفش ان الحسين، مسجد الحسين وخان الخليلي وجامع الازهر وشارع المعز، كل دول تعتبر ملاصقين لبعض، يعني ماشي على الاقدام، مش محتاج تركب مواصلات او حاجة. فمكان ممتع جدا. معظم المحلات اللي في الشارع ده محلات بتبيع دهب، وفي محلات نحاسيات. اغلب المحلات بتبيع مشغولات فنية، نحاسيات، صواني، في حاجات كتير جدا معمولة بالنحاس، أعمال فنية رائعة. يعني معظم المحلات هتلاقيها مشغولات فنية، معظمها تراث إسلامي، وبرضه هتلاقي تراث فرعوني، هتلاقي حاجات فرعونية، أهرامات صغيرة، نحاسيات. السياح بيحبوا الحاجات دي. من أهم الآثار الموجودة في شارع المعز جامع الحاكم بأمر الله. ده من أقدم وأكبر الجوامع الفاطمية. اتبنى من أكتر من 1000 سنة، سنة 989. 900 مش 1900، يعني أكتر من 1000 سنة. متخيل الرقم؟ مبنى موجود من أكتر من 1000 سنة. ده ليه جولة مصورة فيديو من الداخل، وصورته يعني من ناحية باب الفتح. دخلت وصورت باب الفتح، وصورت جامع الحاكم بأمر الله. من الحاجات الجميلة اللي عملتها وزارة الثقافة، دلوقتي هتلاقي لوحة إرشادية على كل أثر داخل الأثر، وأحيانا في اللوحة الإرشادية خارج الأثر بيشرح لك تاريخه وتفاصيل المكان. يعني لو هتزور أي مكان مش معاك مرشد سياحي تقدر تقرأ اللوحة الإرشادية وممكن تصورها. فيديو جامع الحاكم بأمر الله هتلاقي الروابط في صندوق الوصف وأول تعليق. كمان جامع الأقمر، اسمه كده جامع الأقمر، شكله مميز جدا، واجهة حجرية مزخرفة. ده كمان مصوره من الداخل، تقدر تشوفوا الروابط في الوصف وفي أول تعليق. وكمان في الشارع مجمع السلطان قلاوون ومدرسة السلطان برقوق، وإن شاء الله هيبقى ليهم جولات من الداخل. وطبعا من أشهر العلامات اللي بتميز شارع المعز بيت السحيمي، ده إن شاء الله هيبقى ليه فيديو مخصوص. جرب تيجي المكان، هتستمتع بيوم كامل، يعتبر سياحة ويعتبر ثقافة. هتتفرج على مكان أثري جميل جدا. جنب اللوحة دي شباك حجز التذاكر للأماكن الأثرية، تذكرة رمزية ولكن بتدخل أكتر من مكان بنفس التذكرة. فقط بيت السحيمي هو اللي ليه تذكرة لوحده، برضو قيمة رمزية جدا.
هنا واحد من المحلات بدأ يفتح ويعرض منتجاته، تحف وأعمال فنية ومفروشات، وفي بعض النحاسيات، إكسسوارات. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجلاء 2500 طفل من قطاع غزة فورا لتلقي العلاج. وكانت منظمة الأمم المتحدة دي مدرسة سلطان برقوق، وإن شاء الله هيكون لها جولة من الداخل نتكلم عنها ونشوفها ونتفرج على تفاصيلها.
وإن شاء الله نشوف أحياء تانية ومناطق تانية كتير وأماكن ترفيهية، مولات. هيبقى في جولات كتير إن شاء الله تعالى. أتمنى تكونوا استفدتوا، ويا ريت طلب صغير تدعموا القناة بلايك، واللي مهتم يشترك في القناة. ألف شكر.